من ساعة وصول بوب برادلي لمصر، الراجل ده مفيش معسكر إلا وموجود فيه بشكل مستمر. أحمد حسن مكي لاعب حرس الحدود الموسم ده، لكن الموسم الجاي الله أعلم في أي نادي. مساء الخير يا كابتن مكي. مساء الخير يا عبد الرحمن، ومنورين الاوتيل يعني، ومنورين في المعسكر. أشكرك. يعني متهيألي بقالك فترة طويلة ما شاء الله في منتخب مصر، وحاجة ركيزة أساسية موجودة. ودي فترة مهمة، أنت عشت التجربة من أولها طبعا، بداية مشوار التصفيات، وبالتالي دي مرحلة مهمة جدا يا مكي. اكيد طبعا، انا انضميت للمعسكر المنتخب بعد مباراة البرازيل على طول. كانت اول مباراة البرازيل مستر باب، انضميت بعدها على طول المنتخب. ومن ساعتها الحمد لله وانا موجود في كل المعسكرات. جت الفترة اللي هي السنة اللي هي التوقف دي، الدوري كان فيه ماتشات كتير بتتلعب بالمنتخب. كنت طبعا موجود الفترة دي كلها، لعبت ماتشات كتير مع مستر باب، يعني من أكتر الناس تقريبا اللي لعبت أنا والنني تقريبا تمساح، اللي لعبنا أكتر ماتشات مع مستر باب. فطبعا الواحد بيزداد خبرات، وبيزداد ان هو يعرف الراجل اكتر، يعرف ايه اللي هو بيبقى عايز اللعبة تنفذه. فدي اكيد ساعدتني كتير في الفترة اللي فاتت دي يعني. الفترة دي يعني عندكم ماتشين مهمين جدا خارج الأرض، متفائل بيهم؟ برضو أنت لعبت في أجواء أفريقية قبل كده وعندك خبرة الأفريقية، متفائل بيهم ولا حاسس هيبقوا برضو لا يعني مع الحر هيبقى مجهود كبير جدا؟ بص يا عبد الرحمن، هو الماتشات مش سهلة يعني، ماتشات طبعا قوية، بتلعب زيمبابوي وموزمبيق بره ملعبك. بس طبعا اتحطينا في الاجواء دي قبل كده زي ما انت قلت، ومباراة غينيا هناك كانت برضو الجو كان صعب جدا، درجة الحرارة عالية. بس انت طالما قدامك هدف وعندك طموح بتنسى كل الحاجات ديت، وبتفكر اهم حاجة ان انت ازاي تطلع بالثلاثة بونت. ودولت اللي في دماغ اللعيبة، ما نفكرش في ان لا الملعب هيبقى وحش، الجو هيبقى وحش، لا كل دوت بننساه خالص، وبنفكر ازاي ان احنا نكسب المباراة ونفوز بالثلاثة بونت، لانهم هيفرقوا معانا وهيريحونا بشكل كبير في التصفيات دي ان شاء الله. بقالنا سنتين بنسمع برضو في نهاية كل موسم ميكي الموسم الجاي، لكن حاسين ان برضو حرس الحدود يعني نوعا ما مكتف ميكي شوية، يعني برضو مش عايز يفرط فيه الا بمبالغ كبيرة، وغالبا في النهاية طبعا الدنيا ما بتمشيش لغاية دلوقتي. يعني السنة دي وضعك انت ايه مع الحرس؟ بص، هو طبعا زي ما انت قلت بقى، الفترة اللي فاتت، السنين اللي فاتت، كان بيبقى فيه كلام كتير من الاهلي والزمالك، والكلام ده ما كانش بيحصل ان انا انتقل لاي نادي منهم. السنة اللي فاتت كان في كلام في بداية الموسم مع النادي الأهلي ونادي الزمالك. كانت في الفترة دي أحمد عيد كان جاي له النادي الزمالك، وحصل كلام وبتاع. فهو طبعا أحمد عيد كان وضعه غير وضعي، هو كان بقاله 6 شهور ويمشي فري الراجل. وفي نفس الوقت كان النادي الاهلي عايزني ونادي الزمالك عايزني، ففي التوقيت اللي احنا كنا الاثنين مؤثرين بشكل كبير مع الفرقه، ومن عناصر اساسيه في الفرقه، وفي خط هجوم برضو، يعني ما فيش واحد في الدفاع واحد هجوم، لا اثنين بنلعب في الهجوم. فالنادي قال لك يعني صعب جدا ان هم يفرطوا فينا احنا الاثنين في وقت واحد. ما حصلش النصيب، هو مشي وراح الزمالك، وانا كملت مع الفرقه. بس ان شاء الله يعني الفتره ديت انا يعني في دماغي ان انا امشي بشكل كويس، واتفقت مع اداره النادي واتكلمت معاهم وقلت لهم ان انا محتاج الفتره دي امشي. الناس ما عندهاش اي مشاكل، قالوا لي اي حاجه هتجيلك او اي عرض مناسب ليك وللنادي، ما الناس مش هتمانع فيه يعني. الاختيارات عندك دلوقتي اللي انا اعرفه اهلي وزمالك واهلي طرابلس، ده اللي الناس عارفاه يعني. بص، الزمالك كان في بداية الموسم كان في كلام قبل الموسم ده بيبدأ. في الفترة دي ما فيش كلام الفترة دي من النادي الأهلي، وحصل كلام من الناس في النادي الأهلي، ناس مسؤولين مع النادي عندنا، والناس عندنا قالوا لهم برضو زي ما قلت لك ما عندهمش أي مشاكل إن أنا أمشي. بس طبعا مأجلين الكلام دوت لحد لما الموسم ده يخلص، فاضل ماتشين، وبعد كده هيبقى في ان شاء الله يعني حاجه، هيبقى في رد يعني ان شاء الله في الموضوع دوت من ناحيه النادي عندنا. بس من ناحيه المبدأ ما عندهمش اي مشاكل خالص يعني. زي ما بيبقى ارقام 6 مليون و8 مليون، والارقام طبعا في الوقت ده بالانديه مش سهل انها تدفع. كانت طبعا اتكلمت انا مع النادي برضو في الموضوع دوت. الناس برضو ما فعلا عارفين الوضع، ان الظروف الانديه فيها والبلد كلها فيها، ما المبالغ دي بقت كبيره جدا في الفتره ديت. فالنادي عندي قال لي يعني ممكن 4 مليون جنيه 3.5 مليون جنيه، الناس ما مش هيبقى فيها اي مشاكل يعني ان انا امشي بالمبلغ دوت يعني. العرض الليبي بقى من الاتحاد الليبي ده بالنسبه من الاهلي طرابلس الليبي، ده بالنسبه لك برضو فكره ممكن تفكر فيها زي ما عمل اسلام رمضان وراح هناك اعاره سنه ومقابل مادي كويس، ويعني كابتن حسام البدري عنده ثقه كبيره جدا فيك، يعني بدليل ان هو طلبك في النادي الاهلي اكتر من مره.
بص، هو موضوع اهلي طرابلس يعني انا لو مشيت رحت اهلي طرابلس هيبقى موضوع اعاره، يعني هروح اعاره. انما موضوع الاهلي في مصر هيبقى بيع نهائي. فمش عارفين الامور هتمشي ازاي يعني، فربنا يسهل في خلال الفتره دي هتبان كل حاجه يعني. انت اختيارك الاول الفتره دي يعني لو رتبت او اخترت فريق هو ده اللي انت ميال او قلبك على الاقل يعني يقول لك ان النادي ده يبقى هترتاح فيه اكتر يعني. هو في مصر زي ما بقول لك النادي الاهلي، يعني ده هو اللي داخل معايا بشكل جدي وبيتكلم معايا بشكل جدي، فيشرفني طبعا ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وما عنديش اي مشاكل خالص، وانا قلت لهم الكلام دوت يعني. بقى هال سيتي بقى قصتها، اتكلمت مع ملاك النادي هناك هم طبعا مصريين، استاذ عاصم علام وراجل واضح ان هو برده حابب انه يبقى عنده مجموعه من اللعيبه المصريين، بالذات اللعيبه كويسه يعني. هو بيكلمك انت راجل زي ما بيقول منتخب مصر اساسي يعني. بص، موضوع هال سيتي الكلام اتفتح مع، تعرف انت طبعا ممدوح عيد، كان باشمهندس كان اتكلم معاه رئيس نادي هال وممدوح عرض عليه قال له مكي وكده، وقال له يا ريت وبتاع الكلام ده من فتره كبيره يعني، اول ما راح جده وفتحي والكلام دوت، فقال له يا ريت وكده، والموضوع اتقفل. جه قريب من اسبوعين ثلاثه بعد ما الدوري خلص هناك، هو باشمهندس هو اللي سأل ممدوح عليا، قال له ميكي ايه اخباره والكلام دوت، فقال له ما هو المشكله بس في نسبه المشاركه مع المنتخب، هي ديت اللي ممكن، تعرف طبعا لازم تبقى مشارك 75% من الماتشات الرسميه للمنتخب، فانا ممكن دي تبقى المشكله عندي يعني. فقال له نستنى الماتشين الجايين، فممكن يبقى في يعني مشاركه بالنسبه لي، هتبقى هتضيف لنا يعني في ان شاء الله، وتبقى تخلينا ايه بشكل كبير ان انا لو في نصيب ان شاء الله والناس عايزيني تساعدنا بشكل كبير. الماتشين الجايين بالتحديد دول يعني اكيد الماتشين الجايين. طبعا ده اكيد هيبقى بالنسبه لك اختيار رقم واحد لحاله الدوري. اكيد دوري انجليزي، فرقه طبعا صاعده دوري ممتاز، هيبقى طبعا احتكاك قوي طبعا، وهيبقى بالنسبه لي رقم واحد اكيد ان شاء الله.